هو ايه المهارات المطلوبه دلوقتي في سوق مواقع العمل الحر؟ وهل المهارات دي سهل انك تتعلمها ولا بتاخد وقت وصعبه وكده؟ اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل التصميم البنات على موقع بنترست. النهارده بقى هنتكلم ان احنا ازاي نطلع فلوس من التصاميم دي، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. اهلا بيكم في قناه اي مكاوي. انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب واتكعبلت فينا بالصدفه، فاحنا هنا قناه بنقدم محتوى كل ما يخص التجاره الالكترونيه والمحتوى بدون ظهور والذكاء الاصطناعي وكل الحاجات دي. فيا ريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وهنسيب لك تحت في الوصف لينك جروب التليجرام عشان نتواصل عليه لو في اي استفسار انت عايز تساله. اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل تصاميم لموقع بنترست، وعملناها معاكم خطوه بخطوه بطريقتين، سواء طريقه مدفوعه او طريقه مجانيه. ولو لسه ما شفتش الفيديو ده فهنسيب لك لينك تحت في الوصف، ولازم تخش تتفرج عليه الاول عشان تعرف تكمل الفيديو بتاع النهارده، عشان الفيديو بتاع النهارده هو معتمد كله على الفيديو اللي فات. او لو انت بتعرف تعمل تصميم البنز اصلا فكمل معانا من دلوقتي عادي. بعد ما اتعلمنا نعمل التصاميم الفيديو اللي فات، دلوقتي بقى احنا عندنا طريقين ممكن نكسب عن طريقهم. الطريق الاولاني ان انت يبقى عندك بلوج او مدونه، وهي انك بتنزل عليها مثلا عباره عن مقالات عن التغذيه مثلا، المحتوى اللي احنا اتكلمنا عليه، وبتنزل المقالات دي كتير، وعشان تجيب زيارات للموقع بتاعك فانت بتحتاج تعمل تصمم بنز تكون شكلها حلو عشان الناس تدوس عليها عشان تعمل زيارات للموقع بتاعك، وساعتها بتربح من جوجل ادسنس. فلو عايز نعمل فيديو ازاي تعمل مدونه او بلوج، وازاي تكتب المقالات، وازاي تربطها بجوجل ادسنس وكل الكلام ده، اكتب لنا كومنت تحت واحنا هنعمل فيديو نشرح الموضوع ده شرح كامل من الاول للاخر. الحاجه الثانيه بقى اللي ممكن نكسب عنها، وهي اللي اصلا عاملين عليها الفيديو النهارده، هي مواقع العمل الحر. وهي ان في ناس عندهم اكونتات كبيره وعندهم مواقع كبيره وعايزين حد يعمل لهم التصميم من البنات ده ويدوا له فلوس. وهو ده دور بقى الفريلانسر، ان هو بيعرض خدمه ان هو بيصمم بنات، وبعد كده لما حد بيجي له بيتعامل معاه وبيدي له البنات دي بمقابل مادي، ومقابل مادي حلو كمان. وتعالى نروح ناخد لفه كده بقى ازاي الفريلانسرز دول بيسعروا الشغل بتاعهم، وشكل البروفايل بتاعهم بيبقى عامل ازاي، وشكل البنات اللي هم بيعملوها بيبيعوها للناس بيبقى شكلها عامل ازاي، والتسعير وكل حاجه. هنروح على اشهر مواقع العمل الحر وهو فايفر، وهنكتب في السيرش بتاع فايفر بنترست بنز، هيظهر لنا كذا اكونت. تعالى بقى ناخد اكونت ولا اتنين كده نفهم الناس دي بتكسب ازاي من تصميم البنات عشان نعرف نعمل زيهم. هنيجي نخش على اول اكونت على الشمال هنا، هتلاقي ان السكيل بتاعته على مواقع العمل الحر ان هو بيعمل ديزاين للبنات بس، دي الحاجه الوحيده اللي هو بيعملها. طب لو جينا فتحنا الصوره دي عشان نشوف مثلا البنز بتاعته دي بقى معموله بشكل خطير ولا لا، ولا هي حاجات عاديه يعني، والله هتيجي تبص هنا كده هتلاقي ان حاجات عاديه، حاجات مش صعبه جدا يعني بص الصوره اللي على اليمين دي هو كاتب لك ميك ماني اونلاين وحاطط صوره واحده وتحتها الويب سايت زي ما احنا اتعلمنا بالظبط ازاي نعملهم، برده كلهم زي ما احنا عملنا بالظبط. فلو جينا بصينا اللي على الشمال فوق دي هنلاقيه برده ان هو عمل ديزاين بسيط يعني مش صعب قوي، حاطط شويه صور كده وتحت الويب سايت. وبرده اللي في النص بتاعت الليفنج روم دي برده هو حاطط صوره الليفنج روم وكلمه عنها بالنص بالظبط، وتحت برده موجود الويب سايت. فزي ما احنا اتعلمنا عملناها يعني، الموضوع مش صعب خالص. تعال نبص بس بقى ونشوف الصور دي هي بتعملها بكام. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان هي بتعمل ال 12 صوره ب 10 دولار زي ما انت شايف اهو، 12 هاي كواليتي بنترست بن ايمج ب 10 دولار. وهي عامله باقه ثانيه اللي هي الستاندرد ال 50 صوره ب 40 دولار، وعامله باقه ثالثه ال 100 صوره ب 80 دولار. ولو جينا بصينا هنا هنلاقيها واخده 417 تقييم. وطبعا ال 417 تقييم ده اكيد مش كل اللي اتعامل معاها كتب تقييم، في ناس طبعا بتكسل، فيعني جاي لها شغل كتير جدا وبتعمل باسعار حلوه جدا، وفي نفس الوقت الشغل اللي بتعمله ما هوش صعب يعني. تعال ناخد اكونت تاني كده على فايفر ونشوف برضو الدنيا ماشيه ازاي. لو جينا دخلنا على الاكونت ده بتاع وقاص ده، واول حاجه دخلنا على الصور بتاعت اللي بيعرف بيها الناس يعني شغله وكده، فده الشغل بتاعه هنا. لو جينا بصينا عليه كده هنلاقيه ان هو حاطط برده صوره عاديه وتحتيها كلام، وتحت موجود الويب سايت زي ما احنا عملنا بالظبط. لو جينا قلبنا نشوف صوره ثانيه، لو جينا بصينا على صوره ثانيه هنلاقيه برده هنا بيتكلم على السبراي بتاع الحشرات والحاجات دي، فده اللي انا فهمته يعني بصراحه من الصوره. وهنلاقي برده حاطط كلام عادي جدا، كلام وتحتيه صوره، وتحت برده الويب سايت بتاع الموقع اللي هو بيسوق له. لو جينا بصينا على صوره ثالثه عنده هنلاقي برده نفس الكلام، الموقع موجود تحت وكلام في النص وبعدين صوره زي ما انتم شايفين كده. لو جينا بصينا بقى على الاسعار بتاعته هنلاقي الاسعار بتاعته هنا هو عامل باقه من اول 5 دولار مش 10 دولار زي اللي فاتوا. فهو هنا بيعمل الخمس بنات ب 5 دولار، يعني بيعمل ان البن بدولار. بعد كده عامل الباقه الستاندرد اللي هي ال10 بنات ب 10 دولار، وبعد كده البريميوم اللي هي ال20 بن ب 15 دولار. وطبعا بقى لو قعدت تدور على مواقع العمل الحر هتلاقي الناس دي موجوده كتير جدا، وهو واخد 309 تقييم. يعني شوفوا مثلا الراجل ده بقى عمل فلوس قد ايه من حاجه بسيطه جدا. فاذا اللي احنا فهمناه دلوقتي ان موضوع تصميم البنات ده هي عباره عن شغلانه مطلوبه كتيره جدا في مواقع العمل الحر، عشان كل المواقع اللي عايزه تسوق للمنتجات بتاعتها على موقع بنترست.
ودلوقتي زي ما شفتوا ان المهاره دي فعلا مطلوبه بشكل كبير جدا في مواقع العمل الحر، وبيطلع منها فلوس كويسه جدا لو في حد ركز وحط الموضوع بجد في دماغه ويصمم لمجالات كتيره وافكار كتيره عشان في الاخر يعرف يبيع الخدمه بتاعته للناس. وبعد الاستمراريه طبعا وانه يعمل بنز كتير وكده هو بيوصل للاحترافي، بس واحده واحده يعني. وانت كمان ممكن تعمل كده بالظبط، بس طبعا لازم ايديك تاخد شويه على التصميم عشان تعرف توصل للمستوى ده. واللي احنا عملناه التصميم اصلا يعتبر يعني كان شكله كويس ومعقول، هو طبعا مش احسن حاجه بس يعتبر معقول. وبعد كده بتروح تعمل بورتفوليو على مواقع العمل الحر وتعرض عليها الشغل بتاعك. وطبعا عشان ابقى صريح معاك وما اكدبش عليك، لو ربنا كرمك وجالك واحد وقال لك صمم لي وهيديك فلوس عليها، فالموضوع مش سهل كده ومش هياخد التصميم ويجري. ده هيزهقك في التصميم اللي انت عملته، هيقول لك طب عدل لي، طب غير لي لون، طب غير لي كلمه، طب غير لي بتاع. فالموضوع بصراحه محتاج طولة بال شويه يعني، فانت لازم يكون عندك صبر شويه كده يعني. بس الموضوع في الاخر مجزي يعني، فتعتبر هي موهبه كويسه وسهله كمان، ما هياش صعبه قوي يعني. ودي السلسله اللي احنا ان شاء الله هنعملها، ان احنا هنختار شويه مهارات كده موجوده على مواقع العمل الحر اللي هي تكون سهله بس عليها طلب. طبعا المهارات دي مش قصدي لا برمجه ولا حاجه من الحاجات دي، انا بتكلم المهارات اللي هي البسيطه يعني، زي المهاره اللي معانا النهارده. اعتقد ان احنا كده غطينا كل حاجه في الفيديو من الاول للاخر. ولو في اي حاجه وقفت معاك او سؤال واقف معاك او كده، فابعت لنا على جروب التليجرام عليه دعم 24 ساعه وهنرد لك على سؤالك ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله استنونا الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.